من داخل مكتبة مصر العامة بدمنهور لمجلة طلة. حبينا نعرف رأي أطفال المكتبة في اختيار رئيس مصر القادم. تعالوا شوفوا الأطفال هتختار ايه. ولمتابعة المزيد من الأخبار عن مجلة طلة تابعوا موقعنا اللي هيظهر دلوقتي. شكرا. اسمي محمود. لو انا ليا صوت الانتخابات حد يعمل ريموت. اسمك؟ ماشي. لو كان ليك صفر الانتخابات يا مازن هتدي مين؟ بابا. هتديني انا؟ ليكي؟ سارة لو ليك صوت في الانتخابات هترشحي مين؟ عمرو موسى. تعرف ليكي؟ ميرنا. ترشحي مين يا ميرنا لو ليكي صوت؟ انا يا شفيق يا عمرو موسى. شفيق يا عمرو موسى. تعرف ليكي؟ مارينا. هترشحي مين يا مارينا لو ليكي صوت؟ شفيق. يبقى كلنا شفيق. منا ترشحي مين يا منا لو ليكي صوت؟ يا احمد شفيق يا عمرو موسى. احمد شفيق يا عمرو موسى. مريم ترشحي مين يا مريم؟ حمدين صباح. حمدين صباح. هنا يا مريم. مين يا مريم؟ حمدين صباح. سيف لو ليك صوت في الانتخابات هترشح مين؟ احمد شفيق. اسمك ايه؟ نور الدين. هتدي لمين يا نور الدين لو ليك صوت؟ حمدين صباح. برافو عليك. وانت يا حنين تدي لمين لو ليك صوت؟ ابو انا اسمي الاء سلامه. لو كان ليا صوت هدي لابو الفتوح. شكرا يا الاء. انا اسمي نيره. ولو ليا صوت في الانتخابات حد الدكتور محمد موسى. شطور. وانا اسمي شهد. لو ليا صوت في الانتخابات هدي حمدين صباح. وانا مريم. لو ليا صوت في الانتخابات هدي صوتي لحمدين صباح. وانا فرح. لو ليا صوت في الانتخابات هدي حمدين صباح. انا اسمي ادهم ايمن عبد المنعم برغش. وانا لو كان عندي صوت كنت هدي لابو الفتوح. انا اسمي سناء سليم. لو كان ليا صوت كنت هنتخب حمدين صباح. تمام. انا اسمي مروه قدر. لو كان ليا صوت في الانتخابات كنت هنتخب عبد المنعم ابو الفتوح. تمام. انا اسمي نبوة الفصل. لو كان ليا صوت في الانتخابات كنت هنتخب عبد المنعم ابو الفتوح. تمام. انا اسمي احمد علي البيلي. ولو ليا صوت في الانتخابات هدي حمدين صباح. تمام. اسمي عبد الرحمن علي بريدي. وكان ليا صوت في الانتخابات كنت هدي حمدين صباح. صباح. فين؟ انا احمد صباح. وان شاء الله لو كان ليا صوت انتخب عبد المنعم ابو الفتوح. تمام. انت جميل. ايه يا ابني بلعب ان شاء الله لو ليا صوت انتخب صباح. انا اسمي سامح سيدان. لو كنت عايزه ادي صوت هدي لعمرو موسى. قول يا حبيبي. انا اسمي مصطفى. ولو كان ليا صوت في الانتخابات هدي ابو الفتوح. صوت. انا هدعمل اسمي محمد. ولو كان ليا صوت في الانتخابات كنت هدي احمد شفيق. تمام. قول يا عم. انت مش عارف صوتك. بس يا ابني. على مهلك. اسمع هو الطرف. لو كان ليا صوت في الانتخابات كنت هدي 40 ساعه. تعال صغير. ماشي. كنت عايزه اعرف العادات اللي كان ليا صوت في الانتخابات حد ابو الفتوح. انا اسمي احمد زكي. لو كان ليا صوت في الانتخابات حد محمد موسى. تمام. انا اسمي ادم سلامي. لو كان ليا صوت في الانتخابات كنت هندي حمدين صباح. انا اسمي محمد فلفل. لو كان ليا صوت في الانتخابات كنت هدي احمد شفيق. انا اسمي سيف. ولو كان ليا صوت في الانتخابات كنت هدي حمدين صباح. تمام. انا لو كان عندي صوت كنت هدي حمدين صباح. اسمك ايه؟ ماشي يا سراج. انا اسمي مهاب اكرم. ولو كان عندي صوت كنت هدي لعبد المنعم ابو الفتوح. كان ليا صوت في الانتخابات كنت هدي للدكتور محمد موسى. اسمك ايه؟ اسمي مهند بريدي. ماشي يا مهند. انت اسمك ايه؟ ماشي يا محمود. لو انت ليك في صوت في الانتخابات كنت تدي لمين؟ ماشي يا محمد. وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ لو كان ليك صوت يا زياد كنت هتديه لمين؟ ابو الفتوح؟ ماشي. وانت؟ انا اسمي عبد الرحمن محمد معاذ. ماشي. وانت؟ لو كان ليك صوت يا مصطفى كنت هتديه لمين؟ ماشي يا مصطفى. انا اسمي عمر. ولو كان ليا صوت في الانتخابات هنتخب خالد علي. ماشي يا عمر. اسمك؟ احمد. لو كان ليك صوت في الانتخابات يا احمد كنت هتديه لمين؟ ماشي يا احمد. اسمك؟ علي. لو كان ليك صوت في الانتخابات يا علا كنت هتديه لمين؟ ابو الفتوح؟ انا اسمي شروق. لو كان ليا صوت في الانتخابات كنت هدي محمد نور. ماشي يا شروق. وزي ما شفتم ده كان رأي أطفال المكتبة في رئيس مصر القادم. كان معكم اسلام امين لمجلة طلة.